سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أعزائي طلاب الصف الأول الثانوي، أهلا وسهلا بكم. نشرح درس النهاردة قطع مستقيمة خاصة في الدائرة. الدرس ده تحسه إن هو شبه الدرس اللي فات، ولكن ده خاص بالقطع المستقيمة وليس الزوايا زي الدرس اللي فات. النظرية الأولى بتقول لك لو أنت ضربت ال AB في ال BC هتساوي ال DB في ال BE. إيه الكلام ده كله؟ خلاص الكلام إنك لو ضربت الوتر دوت هيساوي الوتر التاني. حاصل ضرب قطع الوتر الأول بيساوي حاصل ضرب قطع الوتر التاني. مش هنفهم غير بمثال. في مثال رقم 1 بيقول لك لو انت ضربت الإكس في 10 الوتر ده على بعضه سويها بالوتر التاني اللي هو 5 في 12. ده كلام النظرية. الوتر بيساوي الايه؟ بيساوي الوتر حاصل ضرب قطع الوتر تساوي حاصل ضرب قطع الوتر التاني. طيب 10 في إكس ب10 إكس، 5 في 12 ب60، الضرب يروح قسمة يبقى الإكس بتساوي 60 على 10، يبقى الإكس بكام؟ ب6. تمام. نشوف نفس الفكرة تاني. نفس الكلام، 6 في إكس اللي هو الوتر الأول 6 إكس، والوتر التاني 15 في 4 بكام؟ ب60. هنقسم على 6 يبقى الإكس برضو ب10. سهلة جدا. شوف مسألة أصعب شوية. طيب نفس الفكرة هنا، هنضرب الإكس في الإكس زائد 10 الوتر الأول اهوت، ونشوف الوتر التاني إكس زائد 1 هنضربها في إكس زائد 8. طبعا المسألة صعبة شوية تاخد منا وقت. طيب نوزع بقى الإكس في إكس بإكس تربيع، والإكس في 10 ب10 إكس. لو أنت عايز مستوى سهل للدرس عدل المسألة ديت ما تقفش عليها، ولكن أنا لازم أشرحها يعني. الأولى تنضرب في الاتنين التانيين، الإكس في إكس بإكس تربيع والإكس في 8 ب8 إكس. بعد كده الواحد يدخل يضربهم، الواحد في إكس بإكس والواحد في 8 ب8. الإكس تربيع هتروح مع الإكس تربيع، 8 إكس وإكس 9 إكس هنجيبهم مع بعض، 10 إكس نقص منهم 9 إكس يفضل إكس، يبقى الإكس عندك بكام؟ ب8. شوف الفكرة دي برضو نفس الفكرة اللي فاتت. هتضرب الإكس في الإكس زائد 12 اللي هو الوتر الأول. أنا هكتبها بس هقول لكم الطريقة ومش هحلها عشان اللي فاتت كانت نفسها بالظبط. وهتضرب الإكس زائد 2 في الإكس زائد 6. خلاص سيبك بقى من الفكرة ديت، أعتقد إنها صعبة شوية ونادر إنها تيجي في الاختبار يعني، عشان نكونوا صريحين مع بعض. نشوف فكرة تانية. دي الفكرة التانية بقى. اللي فات دي الفكرة الأولى اللي هي الوتر بيساوي الوتر، دي خلاص عرفناها. دي الفكرة التانية. الفكرة التانية بيقول لك لو ضربت القطعة الصغيرة في القطعة الكبيرة هتساويها بالقطعة الصغيرة التانية في القطعة الكبيرة. حاصل ضرب الصغيرة في الكبيرة بيساوي حاصل ضرب الصغيرة في الكبيرة. يعني لو رحنا للمثال فهنقول إن 8 هنضربها في القطعة الكبيرة كلها. القطعة الكبيرة كلها 8 زائد إكس. لو واحد افتكر إن القطعة الكبيرة كلها إكس، لا، الصغيرة 8 يبقى الكبيرة كلها 8 زائد 8 زائد إكس. طيب هنساويها. القطعة الصغيرة 6 هنضربها في القطعة الكبيرة كلها، 6 زائد 10 16 هنضربها في 16. طب واحد يقول ليه انت مضربتهاش في 10؟ لأن القانون بيقول لك الصغيرة ال AB في ال AC كلها، مش في ال BC بس، عشان بس تبقى فاهم. لا، في ال AC كلها هنساويها بالصغيرة ال AD في ال AE كلها. طيب تمام. نبدأ نوزع عملية توزيع. 8 في 8 ب64، والتمانية في إكس ب8 إكس، والستة في 16 قالت لك الحاسبة اضرب 6 في 16 96. طيب هنجيب الأرقام مع بعض بعكس الإشارة. 96 ناقص 64، 6 ناقص 4 2، و9 ناقص 6 32. هتقسمهم على الكام؟ على 8. الإكس تطلع لك بكام؟ ب4. يبقى الإكس عندك ب4 وتحلت المسألة. يبقى الصغيرة في القطعة كاملة بتساوي الصغيرة في القطعة كاملة. نفس الفكرة هنا برضو. القطعة الصغيرة 7. خلينا نبدأ باللي فيها إكس الأول.
الستة هنضربها في ايه بقى؟ هنضربها، القوس ده يعني يعتبر ضرب يعني، هنضربها في 6 زائد اكس. القطعة كاملة اكس و6 يعني 6 زائد ايه؟ 6 زائد اكس. طيب هنساويها الصغيرة اللي هي 7 في القطعة كاملة 12 زائد 7. 12 زائد 7 19، نضربها في 19. طيب هنوزع الستة بستة ب36، والستة في اكس ب6 اكس، و19 في 7 آلة الحاسبة، 19 في 7 103 وايه و30. طيب هنجيب ال36 ديت موجب نوديها سالب، يبقى 133 ناقص ال36 طلعت 97. يبقى 6 اكس يساوي 97. هنقسم على الكام؟ على 6، يبقى الاكس يطلع لنا 97 على 6. 97 قسمة 6 حولها 10، 16 و17% أو 16 و2 من 10 تقريبا. 16 و2 من ايه؟ من 10، لأقرب جزء من 10. ده كانت الفكرة التانية. الفكرة التانية الصغيرة في القطعة كاملة بيساوي الصغيرة في القطعة ايه؟ كاملة. طيب نفس الفكرة برضو نأكد عليها الآن المرة الأخيرة. هنضرب الإكس في الإكس زائد 9، وهنسويها بالأربعة في 4 و5 في 9، الأربعة في 9. الصغيرة في القطعة كاملة يساوي الصغيرة في القطعة كاملة. نوزع إكس في إكس بإكس تربيع، والإكس في 9 إكس، والأربعة في 9 ب6 وإيه؟ 36. طيب دي طبعا تبقى معادلة من الدرجة الكام؟ معادلة من الدرجة التانية، تبقى إكس تربيع زائد 9 إكس ناقص 36. هنسويها بالصفر. ممكن تحلها بالآلة الحاسبة عادي، أو ممكن نحلها بدون آلة حاسبة. هتفتح قوسين كده، الإكس تربيع دي إكس وإكس، وال36 ديت 3 في 12. 3 في 12، لأن ال12 وال3 الفرق بينهم كام؟ الفرق بينهم 9. بما إن دي سالب يبقى الكبيرة موجب والصغيرة إيه؟ سالب. طيب يبقى هنا ديت تطلع لنا سالب 12، وده طبعا مرفوض لأن مفيش أطوال بالسالب، ودي تطلع لنا ب3. يبقى الإجابة الصحيحة 3. يبقى الإكس عندنا ب3. طبعا دي مسألة صعبة جدا على بعض الطلاب. حتى أنت لو جيت تعوض هنا حبيت تحط الإكس ب3، بص كده، ال3 زائد 9 12، ال3 في 12 ب36، الطرف ده 36 والطرف ده برضو ال4 في 9 ب36. يبقى أنت حلك صح، الإكس برضو ب3. قطعة مستقيمة خاصة في الدائرة، دي الفكرة الأخيرة. الدرس ده فيه 3 أفكار بالظبط، دي الفكرة الأخيرة فيهم. من النظرية بتقول لك إن الجي كي تربيع، الحمرة دي التربيع، بتساوي الجي ال في الجي ام كلها، الصغيرة في القطعة كاملة. دي تربيع بيساوي الصغيرة في القطعة ايه؟ كاملة.